لو كان عندك يا معلم امل 1% انك تصعد تقابل ريال مدريد في نهائي الانتركونتيننتال، فاعتقد ده راح. لو عندك بقى امل يا معلم انك تروح تقابل مجموعه فيها بالميراس وبورتو وانتر ميامي في كاس العالم للانديه وتصعد، فاعتقد بالمسار اللي انت ماشي بيه من شهر 5 اللي فات، فاعتقد برضه ده راح. لان يا معلم عندك كميه مشاكل، عندك كميه عيوب، عندك لعيبه سيئه في النادي هنتكلم عليها. جايين بقى يا معلم نتكلم في نص نهائي انتركونتيننتال ما بين اهلي وتشوكا. طب نبدأ منين يا معلم؟ نبدأ عندي ده كاتيجوري كده: لعيبة، إدارة، جهاز فني. جهاز فني نسيبه في الآخر ونركز في الأول على اللعيبة. نبدأ باللعيبة. المسافة بين مصر وقطر أكيد مش لاقي مسافة بين قطر والمكسيك، مسافة بعيدة أوي. آخر ماتش الأهلي لعبه قدام أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا يوم 7، ففي يا معلم 8 أيام، يعني أكتر من أسبوع، على آخر ماتش اللي هو النهارده يوم 15 أنت لعبه 15 و7، فرق 8 أيام. 8 أيام أنت مريحهم. ده ما يدينيش 1% أي التحام بدني أنت بتخشه بتخسره. أي التحام بدني اللعيب بتاعك كان بيخش قدام لعيب باتشوكا، كان لاعب باتشوكا بيكسب الالتحام وش ما فيهاش. نستثني بس اتنين او تلاتة من اللي احنا هنتكلم عليهم، نطلعهم بقى القايمة. أول واحد رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، والشناوي وسام. وسام لأن أنت ما بلاش الكورة، ما بلاش الكورة ليه يا معلم؟ لأن أنت عندك تلاتة في نص الملعب ما بيعرفوش يعملوا بناء الهجمة، وإنك تطلع من تحت الكورة من تحت الضغط. لأن يا معلم عندك مروان عطية مش هيعمل لك النقل السريع، ولا هيعمل اللعيبه اللي هتعمل لك بيلدنج اب من تحت وتطلع لك الكوره وتعمل همزه وصل ما بين الدفاع والهجوم. ولا مروان ولا اكرم ولا امام يعرفوا يعملوا الدور ده. ما عندكش لاعب في الاهلي حاليا باستثناء قفشه، يعني اللي هنتكلم عليه كمان شويه، بيعمل الدور ده حلو. تمام. ده من ناحيه اللعيبه. وده من ناحيه الحته الفنيه. حته بقى قفشه، يا معلم انت نزلت في الدقيقه 70 ولا 75. تمام. ليه يا صاحبي؟ انت ليه ما بترجعش ورا؟ انت دورك انك بلاي ميكر، المفروض دورك انك تسقط لتحت، تستلم الهجمه وتبدا تحرك لعب. يا معلم اصل دي كوره ما فيهاش فزلكه وما فيهاش لعب. انت دوري انا كبلاي ميكر انزل تحت استلم الكوره وابدا احرك اللعيبه. تمام. انت ما كنتش تعمل كده. انا شفت تاو بينزل يستلم من تحت اكتر ما انت بتنزل تستلم. ده باسم تاو الوينج، بينزل يستلم الكوره من تحت عشان يحرك اللعيبه اكتر ما انت بتنزل تستلم. انت فاهم انت كبلاي ميكر بتعمل ايه؟ انت ما كنتش موجود في الماتش. انت كقفشه انت ما جيتش الماتش. انت حرفيا قفشه ما كانش موجود في الملعب كله. فدي حته قفشه. تاني حاجه حته كهربا. هو انا وانت والناس كلها مقتنعه غير كولر وغير اداره الاهلي، يعني دول في جنب لوحدهم كده، ان كهربا سترايكر فراك، بس مش سترايكر. يعني انا ما ينفعش ان انا اقول لك يا معلم هلعب بكهربا سترايكر. انا هلعب بكهربا كمفاق، جنبه واحد فينشر حلو، زي يا معلم لو تاو مارتينيز ولوكاكو. لوكاكو مفاق، بس لو تاو مارتينيز فينشر. زي مثلا ان انا العب بهالاند والفاريز. الفاريز مفاق، بس الناحيه التانيه هالاند فينشر. انا محتاج واحد فينشر وواحد مفاق بيكونوا موجودين مع بعض في الملعب لو انا محتاج امسك كوره. انما ان العب ب... اطلع وسام وانزل كهربا، طب ما هو يا معلم ما هو كهربا مش فينشر حلو. اه كهربا هيتحرك حلو زي الكوره اللي شفناها امبارح انفراد، هو اتحرك حلو قوي. بس وبعدين بقى انا الكوره واحد قدام الجول وكان هو والجول، ايه اللي حصل؟ فاحنا كده يا معلم اتكلمنا على الثلاثي الوسط. ان انا في سؤال انا هموت واساله، والسؤال ده انا بساله في كل ماتش بتفرج عليه الاهلي: هل يا معلم انا مشيت حمدي فتحي وديانج والسوليه بقى يتصاب؟ تمام. الثلاثي التاريخي بتاعي، اللي انا بالنسبه لي هم دول اجمد ثلاثي للاهلي في نص الملعب انا شفتهم. فيا معلم الثلاثي ده، هل انت مشيت واحد زي حمدي ومشيت واحد زي ديانج عشان تعمل ابجريد؟ فجبت مين؟ جبت مروان عطيه، وجبت مين يا معلم؟ جبت امام عاشور. جبت الاثنين دول ومعاهم اقوى رجع من الاصابه، فقلت العب نص ملعب، قلت عشان اعمل ابجريد نص الملعب بتاعي. هل انا عملت ابجريد نص الملعب بتاعي؟ مش عارف. فمستني اشوف بس راي الناس في الكومنتات، عشان انا كل ما اقول لحد الجمله دي يقول لي لا.
انا ما عملتش ابجريد لنص الملعب بتاعي. انا نص الملعب بتاعي لسه زي ما هو، ونص الملعب بتاعي عنده فيه مشاكل، زي ان انا ما بعرفش اطلع بالكوره زي الاول. اي التحام بدني بيتاخد مني نص الملعب كله. اكتر واحد هايل في نص الملعب كان مروان عطيه. مروان عطيه، شناوي، ياسر، ربيعه، وسام، خمسه من الفريق كله بالبدله، دول اللي استثنوا خالص بره اللعيبه السيئه. الباقي كلهم حرفيا، اذا كان شحات، اذا كان طاهر، اذا كان قفشه، اذا كان كهربا، اذا كان عمر كمال عبد الواحد، اذا كان يحيى عطية الله، خالد عبد الفتاح، دول يا معلم لعيبه ما ينفعوش يعدوا من قدام سور النادي. في لعيبه حلوه، الكواليتي بتاعها حلو، بس انا محتاج يا معلم اهيكل بقى الدنيا، لان انا داخل على كاس العالم للانديه. وده يعني جه في حته الاداره، بس انا حته المدير الفني في الاول. حته بقى مدير فني، ودي لوحدها كوميك ابن لذينه. فانت يا معلم، انا وانت شايفين ان امام ما بيعرفش يطلع بالكوره. وامام هو يا معلم يعني من الدقيقه 35 كده للدقيقه 45، 10 دقايق اتفرج عليهم. اي كوره بتيجي لامام حاجه من الاثنين: يا بيعمل مثلا شيب من فوق حد، يا اما بيرقص حد، يا اما هو مصمم يدي حد كوبري. فخلاص يا معلم يعني، ما بين الشوطين اطلع بقى يا معلم. لا يعني ايه، ما بين الشوطين بقى اطلع وانزل لحد مكانك. سهله وبسيطه يا معلم، ما فيهاش، بس ما فيهاش فزلكه، بس دي كوره. انا واحد اللي عندي المفروض يمشي همزه الوصل ما بين الدفاع والهجوم، ما جاش. وامام عاشور لو خدتوا بالكم في اي ماتش كبير، امام عاشور اوت. فيا معلم ما اعتقدش ان امام عاشور انا اقدر اعتمد عليه في اي ماتش كبير. ثلاثي النص كده بامام عاشور اقدر اعتمد عليه في ماتش كبير؟ لا يا معلم، اطلع ونيش شوطين وانزل مكاني قفشه. قفشه كان حلو ولا وحش مالناش دعوه، بس انا محتاج حد ينزل في النص. انا مش همشي على ظهر ايدي وعرفت ان قفشه وحش. قفشه وحش لانه نزل الملعب وبقى وحش. انما قفشه وحش وقاعد على الدكه، ما انا ما اعرفش هو وحش ولا لا. هو جاهز بدنيا. فيا معلم ممكن ينزل يبقى حلو عادي. ايه المشكله؟ عايزين اللي هو امام هو الحلو، ما هو احنا ما استفدناش حاجه. حتى لما حبيت انزل قفشه، انا ما فهمتش تجربه قفشه بحسين شحات. فانت عملت تغييرات غلط، تغييرات متاخره. فانا مش فاهم، يعني مش فاهم. حتى لما جيت انزل كهربا، ما نزلتش كهربا كسترايكر تاني جنب وسام. انا نزلت كهربا مكان وسام. طب وسام طلع ليه؟ طب اصلا وسام ما بيوصلوش هجمه. فانا لما يجي لي بلاي ميكر يعرف ينقل لي الهجمه قدامه ويوصلها لوسام، اطلع وسام. انت عايز ايه يا اسطى؟ اديني الفكره اللي انت ماشي بيها وانا اقول لك تمام معاك. انما انك بتعمل التلاته غلط ومتاخره، متاخره قوي. انا من اول تبديل في الدقيقه 68 او 69 متاخره قوي، وانا شايف يا معلم ان انا خلاص يا معلم. انا يعني حتى يا عم الشوط الاول انت كنت ماسك كوره وبتروح بهجمات وضيعت، بس انت كنت بتروح بهجمات. انما الشوط الثاني انت اصلا ما رحتش بهجمات خالص بقى. يعني بدايه الشوط الثاني كده انت ما جيتش خالص بقى، ولا بقيت حتى بتروح بهجمات ولا ماسك كوره. هم بقوا ماسكين كوره عليك، ماسكين كوره عليك، حتى ما بيبصوش على القلب على الجون بهجمه خطره، بس ماسكين كوره عليك. اخر حاجه من ناحيه المدرب، انا شايفها اللي هو يا معلم ترتيب بلانات. ما هو هي بمنطقيه. انت ليه يا معلم خلي اول، يعني انت خلاص يا معلم بدات تكسب، انت كسبان يا معلم، وكسبت اول اتنين بلن لان هم ضيعوا وانت جبت. فانت خلاص يا معلم انت محتاج ان هم يضيعوا واحده. يعني انت قدامك اتنين، هم ضيعوا واحده وانت تجيب واحده، انت يا معلم مبروك عليك. فدخل اول واحد كهربا، اللي هو اصلا مش شايف بعد الكل ضيعها. اللي هو اصلا انت كهربا كان هو قدامه كوره يا معلم ان هو يجيبها انفراد ضيعها بصوره ساذجه، وكان مش حلو، وحب يعمل كوره في الماتش دبل كيك. يعني بقت كوميكس. فخلاص يا معلم هو بقى بره الماتش، او هو دلوقتي بره التفكير. فما ينفعش ان انا ادخله في ضربه جزاء خطر. فانا ليه ما ادخلش السوليه في عمر كمان عبد واحد الاخير؟ حتى لو عمر كمان عبد واحد ضاعت يا عم، امشيها دايركت زي الطبيعي، واقول لك يا معلم لو ضاعت تبقى خطا من اللاعب مش خطا مني. يعني لو السوليه كان دخل شوط كان ضيع، ما كانش عندي مشكله، كان عادي جدا. اصل هو ده الترتيب الطبيعي، ان انا كنت مطالب بالسوليه اللي يشوط، هو شوط ضيع، يبقى ده سوء توفيق من اللاعب. نروح اخر حاجه حته الاداره. وفي عندي كلمه هقولها في الاخر لحد معين في اللعبه، في حته الاداره. اتكلم على الاداره يا معلم. انا من شهر خمسة عندي مشكله في الصفقات وعندي مشكله في التعاقدات. وادي جبت مين؟ رحت جبت اشرف داري اللي اعتقد مشهور بالاصابات،
وبعد جبت ايه حديث الله، سنه كبير بس جبته اعاره، فدي حاجه حلوه حلوه اول الاداره. جبت عمر الساعي اللي انا لحد دلوقتي مشفتوش، وجبته مساعده للاسماعيلي. فانت ما تشيلنيش جميله انك جبته، ما تقوليش اصل انا جبت لك صفقه، انت جبت لي صفقه بس جبته عشان خاطر حاجه، انما ترتيبك الاولويه كده. عمر الساعي ما كانش في الخمسه الاولانيين يا معلم. عمر الساعي ما كان في الخمسه الاولانيين بالنسبه لصفقات الاهلي. انت جبت عشان تساعد الاسماعيلي، ما تشيلنيش صفقه. فانت جبت يا معلم حاجه الله، اشرف داري ويوسف ايمن. انا شفت حد فيهم؟ والله العظيم ولا حد لحد دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي شفتها هو يوسف ايمن اما نزل يوم ماتش الزمالك اللي هو بتاع السوبر المصري وضيع بينا. بس بس ويحيى ديت الله ما حدش فاهم يا معلم هو حلو ولا وحش. يحيى ديت الله بدأ يفوق، هجوميا حلو، دفاعيا طبعا في المالت، وربنا يستر ما يكونش اتصاب اصابه كبيره، لان هو اصلا جاي. احنا كده كده ضايعين في المركز ده. يعني اذا كان فؤاد مصاب صليبي، علي معلول لسه راجع فما لحقش اصلا يعمل تاهيل، فانت اصلا في المركز ده ما عندكش حد، فانت مجبر ان يحيى ديت الله لو مش فت قوي بس هو موجود هيلعب. فانت عندك مشاكل. فانا مش فاهم انت ليه ما بتروحش يا معلم ادي صفقات بقى، ادي صفقات، ما تموتناش يا عم، ما تموتنيش. بس انت ليه كده؟ ليه ما بتروحش تجيب صفقات يا معلم شبه البني ادمين؟ اصل انا عارف ان انا عندي مشاكل في المركز ده، طب ما انا اروح اجيب صفقات. عمري ما هكسب حاجه بطوله كبيره ولا حصل نهائي بطوله كبيره وانا عندي اول مهاجم وسام اللي هو جاي له عرض وانا متاكد انك هتمشيه، والمهاجم التاني كهربا. تخيل يا معلم انك تخش كاس عالم انديه وانت عندك كهربا هو المهاجم الاساسي، عشان انت بعت وسام بن علي عشان بس فلوس كانت كتير. انت متخيل انت هتعمل ايه؟ انت متخيل؟ فكر فيها كده 1% ان انت عندك كهربا هو المهاجم الاساسي عشان وسام ابو علي هيتباع عشان انت جالك فيه فلوس كتير. محدش فاهم يا معلم الاداره. الاداره عملت حاجات كتير حلوه، عكسهم بحاجات وحشه كتير. فليه يا اسطى؟ ليه احنا بنوصل للمكان ده؟ انت الاهلي تكسب كميه بطولات ومعاك كميه فلوس يا معلم تكفي دول، تكفي انديه، تكفي دول. اذا كان عقود رعايه، اذا كان صفقات فلوس بتبيعها ولعيبه بتبيعها لانك اسمك الاهلي، بطولات بتخش فيها، اعلانات واكيد بتاخد نسبه، واحد من اعلى البراندات اللي انت تلبس منها واكيد بيدوك فلوس على رعايه. مش فاهم، انا مش فاهم الاداره، مش فاهمها. فانا مش فاهم الجمهور، مش فاهم الاداره ولا اللعيبه ولا الجهاز الفني. والحمد لله ان المركز ده البطوله دي مش مركز اول وتاني وتالت، عشان انا زهقت من البرونزيه، زهقت بالتالت. خلاص يا معلم. لا ومدير بقى جه ختمها خالص بقى وقام جاي متعادل معايا زي كده. فاليوم كان يوم زي الزفت، بس الحمد لله يعني. فالحمد لله ان اليوم عدى والحمد لله بقى كل حاجه يعني. فبس ده كان كلامنا عن الاهلي وباتشوكا، بس مش هيقول لك كلام عايز جديد، حسين ماجد دي المنتدى.